ممكن أنا اليوم موظف لأكثر من 20 سنة في أي جهة كانت يتقاضى كان الراتب الفلاني، ثم أعرض عليه وظيفة لا تساوي ربع راتبه السابق وأقول لازم تقبل بها. أحد مسرحين يعمل في أحد الشركات النفطية واشتغلت لأكثر من 20 سنة وراتبه يصل لما يقارب حوالي 1300 ريال، تعرض علي وظيفة مثلا سائق أو حارس أو وظيفة أخرى أصلا تبعد كل البعد عن مهاراتي وعن خبراتي وعن دراستي، فكيف لي أن أقبل بها؟ ما كان يتقاضاه من راتب سابقا وما عرض عليه في الوظيفة لاحقا في فرق يعني واسع. مصرح آخر مدير موارد بشرية أيضا راتبه يعني فوق 1500 ريال، وهذه وظيفته أيضا لأكثر من 20 سنة، أيضا يعرض عليه وظيفة دونية. فالإشكالية إن نوعية الوظائف تعرض، ولما خرج وسرح بعد كذا أسبوع أو بعد فترة وجيزة نزل إعلان بنفس الوظيفة. يعني نحن اليوم في وضع استثنائي، وضع الاستثنائي هذا يتحتم علينا إيجاد منظومة توظيف لمثل هؤلاء المسرحين مختلفة عما كانت عليه سابقا. طيب. أو تختلف حتى عن موضوع البحث عن عمل. إنه إذا لم تصرف منفعة الأمان الوظيفي بنهاية هذا الشهر فذلك يعني أنها قد توقفت فعليا. وقد توقفت بالفعل.